يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في حاجات بتحصل في العالم ده العقل ما بيعرفش يفسرها، لقطات غريبة بتخليك تشك في اللي انت شايفه. هنبدأ من الهند ونشوف أغرب طقوس لطلوع الشياطين بالأجراس والمية، وبعدين هنروح نشوف الناس اللي قررت تسيب العربيات وتركب الطيور. ومش بس كده، ده أنا هوريك كائن بحري شكله غريب بس بيعتبروه أكلة غالية. وفي الآخر هنشوف لعبة بالشرابات محتاجة سرعة إيد مش طبيعية. ركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه دلوقتي حقيقي 100%. ويلا بينا. تعال بقى أوريك النهاردة جرس الشيطان اللي موجود في الهند. هتسمع دلوقتي حاجات مرعبة هتخلي شعر جسمك يقف. الناس في الهند بتنام في الأرض، وبعد كده مع أصوات الأجراس وكمان المية بيقولك إن الشياطين وكمان العفاريت بتخرج من الناس. واللي انت ما تعرفوش بقى إن اللي بيحصل ده ليه تفسير علمي. الترددات العالية جدا للأجراس مع رش المية الساقعة فجأة بيعملوا نوع من الصدمة الحسية للجهاز العصبي، وده اللي بيخلي الشخص يدخل في حالة تشنج أو يفقد السيطرة على حركة جسمه، ويبان للي حواليه إن في روح تانية هي اللي بتحركه. ومن عالم الأرواح والشياطين تعالوا نروح لسرعة تانية، بس المرة دي فوق ظهر النعام. تعال بقى أوريك أكبر الطيور اللي في العالم لما بيحولوها لوسيلة ترفيه. مش عايزك تستغرب، بس ده اللي بيحصل دلوقتي. الناس بتعمل حاجات غريبة لدرجة إنهم حولوا النعامة لوسيلة مواصلات. بس خلي بالك، ركوب النعام أصعب بكتير من الخيل، لأن النعامة ملهاش لجام تتحكم فيه، والموضوع كله بيعتمد على توازن جسمك وقوة رجلك وانت ماسك في جناحاتها. ده غير إن سرعتها بتوصل ل70 كيلومتر في الساعة، يعني أي غلطة ممكن تطيرك في الهواء. سيبك من اللي بيجري على الأرض وانزل معايا لقاع المية عشان تشوف كائن ملوش ملامح. تعال بقى أوريك أغرب كائن هتشوفه في المية. الكائن اللي قدامك ده شكله غريب، ولكن الغريب يا سيدي إن هو مهدد بالانقراض. رغم إن أنت ممكن تقرف منه، ولكن أحب أقولك إن الناس بتاكله في أماكن كتير في العالم. والكائن ده اسمه العلمي سي كيوكمبر، والأنواع الغالية منه زي اللي انت شايفه ده بتوصل أسعارها لآلاف الدولارات. وده لأنه بيعتبر صيدلية ماشية في المية، غني جدا بالكولاجين والبروتين. وفي دول شرق آسيا بيعتبروه أكلة الملوك اللي بتدي طاقة وجسم حديد، وعشان كده الطلب عليه جبار رغم شكله العجيب. ومن أكلات المية الغريبة نرجع للهند تاني. تعال بقى أوريك أغرب الطقوس الدينية اللي موجودة في الهند واللي بيعملها الهندوس. وده طقس ديني مشهور جدا هناك. بيعملوا رز بلبن، أيوة زي ما سمعت كده، رز بلبن، وبيحطوه في أواني من الفخار وبيمشوا بيه لغاية النهر. والمفاجأة هنا إن الطقس ده بيسموه بونجال. والهندوس بيعتبروا اللبن والكركم مواد فيها بركة وبتغسل الروح، وتقديمها للنهر هو شكر للطبيعة عشان تبارك لهم في الزرع والخير اللي بيطلع من الأرض. تخيل بقى النهر بيبقى لونه أبيض واصفر في لوحة فنية غريبة ما بيعملهاش غير الهنود. سيبك بقى من طقوس الهند وتعال نشوف الطب لما يقلب شغل مقاولات. تعال بقى نشوف أغرب المشاهد اللي ممكن تشوفها في شغل الدكاترة، وكأنك داخل على صنايعي. مش عايزك تستغرب، الناس اللي قدامك دول كانوا يشتكوا من آلام في الفقرات، فبعد الأشعة اتضح إنهم عندهم كسور أو شروخ، وأفضل حل إنهم يتجبسوا. واللي هيجننك بقى إن الجبس ده بيسموه سترة مينيرفا، وده مش مجرد جبس عادي، ده هيكل هندسي معمول بدقة عشان يمنع أي حركة في الرقبة والعمود الفقري مليمتر واحد. يعني ده الحل الوحيد قبل العمليات عشان العظم يلحم صح في مكانه. سيبك بقى من شغل الدكاترة وتعال نختبر سرعة إيدك في أغرب تحدي. تعال بقى أوريك أغرب لعبة هتلعبها أنت وأصحابك، واللعبة دي بيسموها بلعبة الشرابات، واللي بتحتاج سرعة وتركيز عالي جدا. واللعبة دي منتشرة في العراق. أيوة مش عايزك تستغرب، الشراب اللي انت بتلبسه في رجلك في ناس دلوقتي بتلعب بيه. الفكرة انهم بيستخدموا الشرابات كبديل سريع للأكواب عشان يخبوا جواها المحبس أو الخاتم، والمطلوب منك تطلعه في لمح البصر من غير ما تغلط. اللعبة دي أساسها وتاريخها من العراق، ولو فاكر ان الموضوع سهل جربها بنفسك وشوف ايدك هتخونك ولا لأ. وفي الآخر يا سيدي نكون شفنا ان العالم لسه مليان عجايب بتصدمنا كل يوم. فلو الفيديو ده عجبك انزل قولي في التعليقات ايه اكتر لقطة خلت عقلك يقف، وطبعا ما تنساش اللايك المتين والفولو عشان اللي جاي حرفيا اغرب بكتير. وقبل ما تمشي، كل سنة وانت طيب وبألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، ورمضان كريم علينا وعليكم، وسلام يا أبطال.